بيبدأ الفيلم مع المحامي فرانك وهو نازل من عربيته وداخل المطعم، وبتسأله نادلة تقدر تجيب له ايه؟ لكن فرانك مش بيرد عليها، وساعتها كان بيراقب تحركات الناس في الشارع عن طريق انعكاس النضارة بتاعته، وبيكون مركز جدا في الناس اللي حواليه. وفجأة بيسمع صوت واحد بيكح في مطبخ المطعم، وبيدخل المطبخ وبيقفل الباب وراه وبيضرب الراجل اللي بيكح بطريقة عنيفة لغاية ما بيقع على الأرض، وبعدها بيمسك حبل وبيحاول يخنقه بيه. وقبل سنة من وقوع الحادثة دي بنشوف فرانك وهو داخل مكتب المحاماة اللي بيشتغل فيه، وبيكون مركز تركيز شديد في كل حاجة بتحصل حواليه، لدرجة انه كان عارف انه بيتكلم تقريبا 80,000 كلمة في اليوم. لكن اهم كلمتين بالنسبة له في اليوم انه يقول لبنته ومراته انه بيحبهم. وتاني يوم بتتصل بيه مراته سوزان وبتفهمه انه اتأخر على حفلة بنته في المدرسة، وساعتها بيقول لها انه جاي في الطريق، لكن هو بيكون لسه في المكتب بيشتغل، وبيحاول يخلص الشغل بسرعة عشان يلحق عرض بنته أوليفيا. واول ما بيخلص شغله بينزل بسرعة يركب عربيته وبيروح على العرض الغنائي، بس الطريق بيكون زحمة، وساعتها العرض بيكون بدأ وخلص كمان. وبيوصل فرانك للمسرح لكن بيلاقيهم مش موجودين، وبيبعت رسالة صوتية لمراته وبيعتذر لها انه اتأخر عليهم، وبيقول لها انه كان عنده شغل كتير. ولما بيرجع البيت بيلاقي مراته وبنته لسه ما رجعوش، وبيكون قلقان عليهم جدا، وبيفتكر انهم متضايقين منه عشان كده ما رجعوش البيت، وبيبعت رسالة صوتية لمراته عشان يعتذر لها، وبيطلب منها ترجع البيت عشان يحلوا المشكلة. وبيروح فرانك يقعد في المطعم وبيشوف سيارات الشرطة رايحة له وبيطلبوا منه يجي معاهم، وساعتها بيلاقي جثة مراته وبنته مقتولين في الشارع. وفي اللحظة دي بينهار فرانك من الصدمة وبيحاول يجري عليهم، لكن بيمنعوه انه يقرب من الجثث. وفي يوم جنازتهم بيروح حماه يقول له ان في احتمالية انهم ما يقدروش يقبضوا على العصابة اللي قتلتهم، وحتى لو اتقبض عليهم ساعتها هيجي محامي دفاع فاسد يخرجهم براءة، وبيحملوا مسؤولية قتلهم لانه ما كانش معاهم وقت ما حصلت لهم مشكلة. وفهموا ان سوزان اتخلت عن عيلتها عشانه، وانه مش عاوز يسمع صوته ولا يشوفه مرة تانية. وساعتها فرانك مش بيتكلم، وبيرجع بيته وبيدخل أوضة بنته وبيفتكر ذكرياته معاها وبيعيط، وبيشرب كحول كتير لغاية ما بينهار تماما. وبعد كام يوم بيروح فرانك مركز الشرطة عشان يتابع تطورات القضية، وبيعرف من المحقق لوستيجر إنهم لقوا خيوط ذهبية في مكان مسرح الجريمة. وساعتها بيستغرب فرانك لأن مفيش حد من عيلته كان لابس هدوم فيها خيوط ذهبية، وبيفهمه المحقق إنه اتكلم مع الخياط الموجود في المدينة وعرف منه إن الخيوط الذهبية دي منتشرة بشكل كبير في معظم تصاميم الملابس، وده ما يعتبرش دليل قوي يقدروا يمسكوه على حد. وبيعرف من المحقق إن المنطقة اللي اتقتلوا فيها معروفة إنها مقر للمافيا الروسية، وإنها في الغالب ما كانتش مجرد عملية سرقة عادية لأنهم اتقتلوا بطريقة بشعة، وحتى العصابة اللي قتلتهم ما سرقتش العربية، لكن الشرطة ما لقيتش محفظة مراته وقتها، وده الغريب. وبيطلب المحقق لوستيجر من فرانك ما يجيش كل شوية مركز الشرطة غير لما هو يتصل بيه ويقول له إن في تطورات جديدة في القضية، وبيكون واضح على المحقق إنه مش مهتم بالقضية ومشغول بموبايله. وبيضايق فرانك من تصرفاته وبينصحه يسيب موبايله ويهتم أكتر بالقضية، وبعدها بيطلب منه يشوف ملف القضية، لكن بيرفض المحقق إنه يسلمه الملف، وبيقول له إن الموضوع سري، وبيوعده إنه هيبذل أقصى جهده عشان يرجع حقهم. وبيسيبه فرانك وبيقوم يروح كازينو وبيشرب ويسكي كتير لغاية ما بيسكر، وقتها بيشوف حلبة مصارعة جوه الكازينو، وبيقرر ساعتها انه هياخد حقه بنفسه من المجرمين اللي قتلوا عيلته، لان العدالة مش عارفة ترجع له حقه. وبيكون فرانك سكران وبيعمل تصرفات غريبة وبيزق راجل ضخم من المشجعين، وساعتها الراجل بيتعصب عليه وبيضربه لكمات عنيفة في وشه لحد ما بيفقد الوعي. وتاني يوم بيرجع فرانك لحلبة المصارعة وهو سكران، وبيطلع حلبة المصارعة وبيتصارع مع عدد كبير من المصارعين الأقوياء وكلهم بيهزموه، لدرجة إنه كان على وشك إنه يتقتل لأنه كان مستسلم ليهم وشايف إنه يستحق الضرب علشان حاسس إنه كان السبب في موت مراته وبنته. وتاني يوم بيسمع أصحاب شركة المحاماة اللي هو بيشتغل فيها عن تصرفاته، وبيقرروا إنهم يدوه أجازة عشان يرتاح، لكن فرانك بيكون عارف إنهم مش عاوزينه في الشركة من زمان وبيحاولوا يطردوه. وبيرجع بعدها لحلبة المصارعة وبيدخل مباراة قتال مع ناس أقوى منه بمراحل، وبيستغلوا ضعفه وبيضربوه بأبشع الطرق، وبيكون فرانك مستسلم ليهم كالعادة ومش بيقاوم لأنه شايف إنه يستحق العقاب، لحد ما في مرة بيتدخل ضابط شرطة اسمه هانك وبيضرب الخصم بتاع فرانك وبينقذه، وبيروحوا يتكلموا مع بعض، وبيسألوا هانك هو ليه بيتصرف كده، وبيعرفوا فرانك إنه حاسس بتأنيب الضمير إنه فوت آخر عرض غنائي لبنته، وإنه بيحب يدخل مباراة مصارعة في الأماكن اللي زي دي، لكن لو الشرطة عرفت احتمال يتفصل من شغله. وبيعرفوا هانك إن الشرطة ما بقتش مهتمة بالقضية بتاعته واحتمال إنها تتقفل لأن الأدلة مش كافية، وساعتها بيتعصب فرانك وبيسيبه وبيمشي. وبالليل بيتمشى فرانك في الشارع وبيلاقي فتاة ليل بتعرض عليه انهم يقضوا اليوم سوا، وبيلاحظ فرانك انها طفلة صغيرة وبيسألها عن سنها وبتعرفه ان عندها 13 سنة،
وساعتها بتكون في عربية مراقباها وبينزل منها راجل اسمه جون وبيقول للبنت تيجي معاه، وبيكون جون هو اللي مشغلها. وبيحاول فرانك يمنعه ياخدها لأنها مجرد طفلة، لكن جون بيضربه لكمة في وشه وبيطلع سكينة من جيبه وبيحاول يقتله. وساعتها فرانك بيتعصب عليه وبيضرب جون بكل عنف وبيوقعه على الأرض. وفي اللحظة دي بينزل مجموعة رجالة مسلحين من عربية جون وبيشوفهم فرانك، وبياخد جون السكينة من على الأرض وبيطعن بيها فرانك في رجله وبيوقعه جوه محل كتب. وبيهرب جون مع البنت ورجالته، وبياخد فرانك كتاب من المكتبة وبيحطه على الجرح، وبيهرب هو كمان قبل ما الشرطة توصل. وبيروح بعدها علشان يرتاح في شارع ضلمة، وبيفتح الكتاب وبيشوف قدامه جملة بتقول عاقب المجرم اللي يستحق العقاب. وساعتها فرانك بيحس ان دي رسالة ليه عشان ياخد حقه بإيده، لأنه طول الفترة اللي فاتت كان بيعاقب نفسه على موت عيلته، والمجرم الحقيقي اللي المفروض يتعاقب ما حصلوش حاجة. وبيقرر يزود من قدراته القتالية وبيشترك في دروس الكونغ فو، وبيتدرب يوميا على الملاكمة وألعاب القوة في جراج بيته لغاية ما بيوصل لمرحلة عالية وبيحس إن جه الوقت اللي هينتقم فيه من اللي قتلوا عيلته. وكان بيقرأ الكتاب اللي خده يوم ما اتصاب، والكتاب كان بيتكلم عن فلسفة مجموعة من الناس اسمهم الرواقيين، واللي كانوا معروفين إنهم ملتزمين بالصمت دايما. وبياخد فرانك عهد على نفسه إنه مش هيتكلم تاني أبدا غير لما يجيب حق مراته وبنته من المجرمين اللي قتلوهم. ومع الوقت بسبب إنه بطل يتكلم تماما بتبقى حاسة السمع عنده أقوى بكتير من الإنسان الطبيعي، وكمان التركيز عنده بقى شديد عن الأول. وفي يوم كان فرانك بيتمشى في المكان اللي اتقتل فيه مراته وبنته، وبيحاول يتخيل أحداث الجريمة، وبيلاقي جنب مكان الحادثة كابينة، ولما بيدخلها بيشوف جواها منبهات وبقايا أكل وسرير، وبيعرف إن في ناس عايشة في المكان ده. وبيصور الكابينة كلها بموبايله، ولما بيخلص بيرجع العربية وبيلاقي 4 لصوص واقفين قدام عربيته وبيعينوها عشان يسرقوها. ولما بيروح يقف قدامهم بيطلبوا منه يسلمهم محفظته ومفاتيح العربية في هدوء بدل ما يقتلوه. وساعتها واحد منهم بيقول للكلب اللي معاهم يهجم عليه، لكن الكلب مش بينفذ كلامهم، وبيطلع فرانك محفظته وبيديها لواحد من العصابة، وبعدها بيطلع مفاتيح عربيته وبيطعنوا بيها في رقبته. وساعتها بيهجم عليه ال3 اللي معاه، لكن هو كان أسرع منهم وقدر يضربهم بكل قوته في كل جزء في جسمهم. وبسبب حاسة السمع القوية بيسمع صوت سكينة واحد من أفراد العصابة، وبيلف بسرعة وبيوقع السكينة من إيده وبيضربه وبيوقعه على الأرض، وبيروح عند الراجل اللي طعنه في رقبته وبيطلع صورة بنته ومراته وبيحطها قدام عينه، وبيركز في تعبير وشه عشان يعرف هل هو الشخص اللي قتلهم ولا لأ. لكن بيلاحظ ان اللص اول مره يشوفهم، وساعتها بيقوم واحد من اللصوص من على الارض وبيمسك مسدسه عشان يقتله. وحاول فرانك انه يتفادى الرصاصه لكن مش بيلحق، وبيتصاب برصاصه في بطنه. وساعتها بيهرب اللصوص، وبعدها بتظهر عربيه بتنزل منها ممرضه اسمها ألما، وبتلاقي فرانك فاقد الوعي وبتاخده معاها عشان تعالجه. وبيصحى فرانك بيلاقي نفسه في بيت ما يعرفوش، وبتدخل عليه الممرضة ألما وبتعرفه بنفسها وبتقوله إنها بتشتغل في مستشفى ميرسي ومتطوعة في ملجأ للمشردين. وبتلاحظ إنه مش بيرد عليها، وبتسأله لو كان فاهم لغتها، وبتقوله إنها كانت خارجة من المستشفى ولقيته فاقد الوعي وخدته عشان تعالجه. وساعتها بيسيبه فرانك وبيمشي وبيطلع بره بيتها، وبيلاقي الكلب مستنيه وبيقرر ياخده معاه بيته. وفي نفس اليوم بيلاقي فرانك حد بيخبط على باب بيته، ولما بيفتح بيلاقيها الممرضة ألما وبتديله محفظته وبتقوله إنه نسيها عندها وإنها عرفت عنوان بيته من رخصة السواقة، وبتطلب منه تدخل تغير على الجرح، وفعلا بيوافق. وبعد ما بتخلص بتقوله إنها عارفة إنه بيقدر يتكلم لأنه في الليلة اللي فاتت كان بيتكلم وهو نايم، وبيقول اسم سوزان وأوليفيا، لكن هي مش فاهمة هو ليه بيتصرف كده. وساعتها بيديها فرانك كارت الجنازة بتاعت مراته وبنته من غير ما يتكلم، وبتفهم إنهم ماتوا. وبتتأثر ألما وبتعتذر له وبتسأله لو الشرطة قدرت تقبض على المجرم، وبيحرك لها راسه بمعنى لأ. وبتعرفه ألما إن لو احتاج أي مساعدة ما يترددش ويجي لها على طول، وبتودعه وبتمشي. وبيشوف فرانك على طوق الكلب بتاعه علامة بتدل إنه كلب بوليسي، وبيفهم إنها فرصته عشان يستعمل الكلب ويعرف مكان المجرمين وينتقم منهم. وبعدها بيخلي الكلب يشم هدوم مراته، وبياخد الكلب وبيروح لمسرح الجريمة، وفعلا بيقدر يتعقب ريحة الهدوم لغاية ما بيوصل لبلاعة صرف صحي. ولما بيفتحها بيلاقي محفظة مراته فاضية ومفيش فيها فلوس. وتاني يوم بالليل بيروح فرانك يراقب الكابينة، وبيشوف واحد وهو طالع على عمود كهرباء عشان يدخل للكابينة، وبيلاحظ الراجل إن في عربية بتراقبه. ساعتها بينط من على الكابينة وبيهرب ومش بيقدر يمسكه. وبعدها بيركب عربيته وبيروح لبيت ألما وبيخبط عليها لكن مش بتفتح له، وبيفتكر عنوان المستشفى بتاعتها وبيقرر يروح لها. وفي الوقت ده بتكون ألما بتعالج إصابة طفلة في المستشفى، ولما بتخرج من الأوضة بتلاقي مجموعة من اللصوص، ومنهم واحد بيهددها إنها تديه اللي هو عاوزه عشان ما يقتلهاش، لكن بتعرفه إن مش معاها حاجة. وساعتها بيمشي الراجل مع عصابته وبيقول لها إنه هيرجع مرة تانية. وبعدها بيوصل فرانك المستشفى وبيستناها لغاية ما بتخلص شغلها، وبياخدها معاه في عربيته، وبيروحوا يقفوا قدام الكابينة وبيشرح لها من غير ما يتكلم
عشان تقول له أي معلومات عن الراجل اللي ساكن في الكابينة، وبتعرفه إن اسمه شيفرز وإنها بتشوفه دايما وهي راجعة من المستشفى بس ما تعرفش تفاصيل عنه، وكل اللي تعرفه إنه بيشتغل طباخ وبيدخن دايما. وبعد ما بيخلصوا بيرجعها فرانك بيتها، وأول ما بتنزل بتلاقي العصابة اللي كانوا في المستشفى قدام بيتها وبيهددوها عشان تديهم الأدوية اللي هم عاوزينها. وساعتها بيظهر فرانك وبيطلع سلاح من معاه وبيهدد بيه العصابة وبيخافوا منه وبيمشوا بسرعة من قدامه، وبياخد ألما وبيدخلها بيتها وبتحكي له إن العصابة دي جات لها من سنة للمستشفى وطلبوا منها تسرق لهم المخدرات من المستشفى، وهي بالفعل عملت كده مرة لكن ندمت بعدها وقررت إنها مش هتكرر غلطتها تاني. وتاني يوم بيصحى فرانك بيلاقي ألما بتحضر الفطار في بيته، وبيكون واضح إن علاقتهم اتطورت أكتر وباين على فرانك إنه معجب بيها، وبتشكره ألما على اللي عمله معاها امبارح وبتقوله إنها افتكرت معلومات عن شيفرز لأنه معروف إنه بيكح بصوت مميز لأن عنده مشكلة على صدره. وبالفعل بيروح فرانك المطعم وبيقابل شيفرز وبيحاول يخنقه عشان يعترف، وبيطلع فرانك صورة مراته وبنته من المحفظة وبيفرجها لشيفرز، وفعلا بيقدر يتعرف عليهم وعرفوا إنه شافهم يوم الحادثة لما كان واقف في شباك الكابينة بتاعته، وفهموا إن في عربية شرطة وقفت قدام عربية مراته وبنته ونزل منها ضابط وهو اللي قتلهم. وساعتها ما قدرش الشيفرز إنه يعمل لهم حاجة لأن عنده مشاكل مع الشرطة وخاف إنهم يأذوه لو حاول ينقذهم، وعرفوا إن بعد ما عربية الشرطة مشيت هو نزل سرق الفلوس اللي في محفظة مراته لأنه كان محتاج فلوس ورمى المحفظة في الصرف الصحي، واعتذر لفرانك على اللي عمله. وبيسيبه فرانك وبيروح اسم الشرطة وبيدخل أوضة واحد من المحققين وبيفتح الكمبيوتر وبيحاول يعرف مين الضابط اللي كان عنده دوريات في مكان الحادثة ليلة ما مراته وبنته اتقتلوا. وساعتها اكتشف ان الضابط هانك اللي انقذه وهو على حلبة المصارعة هو اللي كان موجود ليلة الحادثة. وبيتصدم فرانك من الخبر، وساعتها بيسمع خطوات أقدام ضابط بيقرب على المكتب وبيقدر يهرب بسرعة وبيرجع بيته وبيعلق صورة هانك على لوحة خشب فيها تسلسل أحداث القضية، وبيقرر إنه يراقبه لأنه مشتبه فيه. وبالفعل بيروح بعدها بيت هانك وبيستناه لحد ما بيخرج من بيته، بيركب عربيته وبيمشي وراه وبيلاقيه راح حلبة مصارعة. وبيستمر فرانك في مراقبة هانك لمدة 7 أيام متواصلة من غير ما يحسسه بحاجة، لدرجة إنه كان بيبدل بين عربياته عشان هانك ما يعرفش إنه متراقب. وكان فرانك مش فاهم ليه هانك قتل مراته وبنته. وفي يوم كان فرانك بيراقبه لغاية ما خرج من بيته وراح شغله، وبيدخل فرانك بعدها بيت هانك وبيفتش فيه على أمل إنه يوصل لدليل، وبيشوف صورة هانك وبنته على الحيطة. وبيدخل فرانك يفتش في أوضة النوم وبيفتح دولابه وبيلاقي لبس الشرطة بتاعه وبيشوف شعار الشرطة ومطرز بالخيوط الذهبية، وبيفتكر كلام المحقق لما قال له إنهم لقوا في مسرح الجريمة خيوط ذهبية. وقتها حاول فرانك يتخيل الحادثة وفهم إن هانك طلب من مراته وبنته إنهم يقفوا على الطريق وأمرهم يدخلوا شارع جانبي، وساعتها خد سوزان وكان بيخنقها وهي كانت بتقاوم وبتقطع في ملابسه، وفي النهاية قدر هانك إنه يقتل سوزان وأوليفيا. وفي الوقت ده لاحظ فرانك إن في خزانة موجودة ورا الدولاب وبيفتحها بسرعة وبيلاقي فيها شنطة، ولما بيفتح الشنطة بيشوف جواها صور متعلقة بقضية فرانك، وبيلاقي كاميرا وبيفتحها وبيشوف صورته وهو في جنازة مراته وبنته، وبالفعل بيتأكد إن هانك هو اللي قتلهم. واتصدم فرانك من الموقف وبرضه ما كانش فاهم هو ليه قتلهم رغم ان مفيش بينهم اي عداوة. وبيسيب فرانك صورته على عربية هانك ومكتوب وراها رسالة بالعنوان اللي هيتقابلوا فيه، ولما هانك بيوصل بيته وبيشوفها بيفهم ان فرانك اكتشف حقيقته، وبيروح له على عنوان الجراج اللي سابه له ورا الصورة، وبيدخل الجراج وبيلاقي فرانك مستنيه. وأول ما بينزل من عربيته بيحاول يضرب نار على فرانك لكن بيستخبى منه ورا الجدار، وفي اللحظة دي بيعترف له هانك هو ليه قتل مراته وبنته، وفهمه إن كان السبب في خروج المجرم اللي قتل بنت هانك من السجن، لأن فرانك كان بيدافع عن المجرم مع إنه كان يستحق العقاب لأنه قتل طفلة عمرها 12 سنة في الشارع. ومن وقتها وهانك صمم إنه ينتقم منه يقتل مراته وبنته عشان يحسسه بالألم اللي هو حسه. وحاول هانك يستفزه بالكلام وعرفه إن بنته كانت بتصرخ وهو بيقتلها تستنجد بابوها لكن ما كانش موجود وقتها عشان ينقذها. وساعتها بيظهر فرانك قدامه وبيهجم عليه وبيضربه بكل عنف لغاية ما بيوقعه على الأرض، وبيحاول هانك إنه يقاوم الضرب وبتقوم بينهم معركة شرسة، وكل ما فرانك يحاول يقاوم كان هانك بيضربه في وشه بكل عنف، وبيمسك هانك سكينة من على الأرض وبيطعن فرانك في جنبه وبيحاول يخنقه، لكن فرانك بيقاوم وبيوقعه على الأرض وبيضربه وبيشيل السكينة من جنبه وبيطعن هانك في جسمه. ولما بتجيله الفرصة عشان يقتله بيفتكر ساعتها جملة في الكتاب بتقول إن أفضل انتقام إنك تكون أحسن من عدوك، وساعتها بيضرب هانك لكمة وبيخليه يفقد الوعي ومش بيقتله. وتاني يوم بيتقبض على هانك تهمة القتل وبتتحقق العدالة، وبيروح فرانك يزور قبر مراته وبنته وبيعرفهم إنه مفتقدهم وندمان إنه كان مقصر معاهم لأنه بيحبهم جدا.
وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم. واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس، علشان هتلاقوا عليها أفلام من الآخر جاية من المريخ عليك على طول. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، اشترك وسيب الباقي علينا.